بص بقى يا باشا، الواد مسكني في المكتب طحني من الضرب. الواد كان قاعد مكانك هنا بالظبط، وهوب لقيته طرف الهوا زي الخفاش، ومسكني تحت المكتب عمل لي ارك كسر لي الرقبه. انا اتبهدلت قوي يا باشا، انت لازم تجيب لي حقي. وبعدين بقى في المدير ابن المجنونة ده اللي بيدور عليها في كل حتة. ماشي يا سحاوي، جايب لي ظابط قريبك بيدور عليها في كل حتة. كانتش حتة علقة اديتها لك دي. طب والله العظيم لكسر لك ضلوعك لما اشوفك. انا لازم اتصرف. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هو حضرتك هتشكني بالابره دي في دراعي صح؟ نعم. ليه شايفني شغال مع عراية وسكينة حضرتك؟ اصل حركه ايدك بالابره دي مريبه شويه. لا والله مش قصدي، الموضوع كله ان انت عايز تخطفني صح؟ لا يا عم، اخطفك ايه؟ اعوذ بالله، هو انا شكلي بتاع خطف؟ من ساعه ما قعدت جنبك في الميكروباص وانت عمال تبص للسواق في المرايه وهو يبص لك، ومحدش ركب تاني غيري في العربيه، باينه يعني. انت الفيسبوك هرش دماغك خالص. انت قلقان ليه؟ انا ما عنديش مانع، اخطفوني. انت بتهزر صح؟ لا والله بتكلم جد، اتعاملوا، انا بتاعكم وتحت امركم. اوعى تكون بتشتغلنا، اوعى. انت عندك ازمه ثقه يا ريس؟ ايه الغريب اللي الواحد يكون متعاون مع العصابه اللي بتخطفه؟ الغرب بتقدم علينا عشان عندهم روح التعاون. الغرب؟ انا اول مرة اشوف دي الصراحة. يا عم انا بتخطب بنفس راضيه والله. يعني انت مسامح من جواك؟ الله يوسع عليك يابا، لو عايز تقف في الطريق تخطف لك زبونين 3 معايا انا ما ورايش حاجه عادي. لقط رزقك يا اسطى، الرزق يحب الخفيه.